السلام عليكم. أنا لؤي قباجة، عضو الفريق التنفيذي للمنتدى الفلسطيني للتدريب 2020. يسعدنا ويشرفنا أنكم تكونوا معنا في المنتدى الفلسطيني للتدريب 2020 في الفترة من 12 حتى 26 تموز الحالي. هذا المنتدى سيعقد يوميا من الساعة 6 إلى 8 مساء على شكل ندوات حوارية افتراضية ومجموعة من ورش العمل الإلكترونية بهدف رفع كفاءة المتدربين والمدربين في مجال التدريب الإلكتروني. المنتدى الفلسطيني للتدريب شركاء نرتقي بالتدريب. 6 ندوات افتراضية فيها 30 متحدث ومحاور خبراء في عالم التدريب الإلكتروني من داخل فلسطين وخارجها. هذا أيضا 3 دورات تدريبية افتراضية يدرب فيها مدربين فلسطينيين من الخبراء في عالم التدريب الإلكتروني. أين كل ذلك؟ في المنتدى الفلسطيني للتدريب 2020 الذي تنظمه جمعية المدربين الفلسطينيين في الفترة من 12 تموز إلى 26 تموز. انضموا إلينا معكم وحيد جبران رئيس جمعية المدربين الفلسطينيين. معكم عبد الله مهنا عضو مجلس إدارة في جمعية المدربين الفلسطينيين ومسؤول ملف الأنشطة فيها وعضو في الفريق التنفيذي للمنتدى الفلسطيني للتدريب 2020. يشرفنا مشاركاتكم والاستفادة من الهامات والقامات والمشاركة في هذه الندوات. أنا كان لي الشرف في إني انضميت للمنتدى الفلسطيني للتدريب في 2018 وال 2019. كانت نتائج وإنجازات رائعة كثير. في 2020 راح يكون في عنا إنجازات أكبر لكن بنكهة إلكترونية بما يحقق رؤيتنا ورسالتنا كجمعية المدربين الفلسطينيين. انتظرونا كما عودناكم سابقا. أنا تامر أبو الطاهور عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الفلسطينيين. يشرفني حضوركم ومشاركتكم في المنتدى الفلسطيني للتدريب 2020. أهلا وسهلا بكم جميعا. يعطيكم العافية جميعا. أنا جهاد شجاعية، مدرب حر مع كثير مؤسسات محلية ودولية، أو بدير مؤسسة اسمها الفلسطينية لإسناد الطلبة. حابب أدعوكم بهذا الفيديو أنكم تكونوا معنا في منتدى التدريب 2020 واللي بيحكي عن التدريب الإلكتروني. كلنا عم بشوف الوضع الحالي قديش صعب، قديش التدريب داخل قاعات التدريب اتضرر. في هذا المنتدى رح نحكي أكثر بتفاصيل كثير كبيرة لها علاقة بالتدريب الإلكتروني. عشان هيك سجلوا وكونوا معنا في لقاءات منتدى التدريب الفلسطيني 2020. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.